فاكرين يوسف؟ الشاب البسيط اللي كان سايق توك توك وتكرس من عنكبوت مش طبيعي في محطة مترو العتبة. من يومها حياته تغيرت وبقى هو سبايدر مان المصري. يوسف استخدم قدراته في الخير، ربط نشال بخيط عنكبوت في محطة الشهداء، وأنقذ عيل صغير كان هيغرق في بلاعة، وبقى الناس بتصور معاه سيلفي بدل ما يبلغوا الشرطة. لكن النهاردة الوضع مختلف. صوت رن التليفون، أمه بتكلمه بتوتر. يوسف، الحق يا ابني، جارتنا أم منى يتسرقوا منها سلسلة الذهب من فوق البلكونة، وسابوا وراهم ريحة سم غريبة. موسيقى تبدأ تعلى. يوسف قام فورا، لبس بدلته الحمراء اللي لسه مفصلة من وكالة البلح، وبدأ يتحرك بسرعة من سطح لسطح في وسط البلد. وهو في السكة الناس بتصرخ: النت وقع، مفيش تيك توك، الموبايل بيهنج. وفجأة ظهر من بعيد شخص غريب، جسمه ناعم زي التعبان، بيتزحلق على الأرض وعينيه بتلمع بلون أخضر. بص بصوت شرير وقال: أنا الأفعى القاهرية، ده سامح الزحف، كان بلطجي زمان ووقع في برميل كيماويات مهرب من الصين. من يومها بقى بيتزحلق بسرعة خارقة، وعنده قدرة يعطل أي شبكة واي فاي بلمسة واحدة. يوسف وقف وقال: لو كنت أفعى فأنا العنكبوت ومستعد لك. صوت معركة صدى أقدام على الأسطح. بدأت المعركة فوق عمارة قديمة. الأفعى حاول يزحلق يوسف، بس يوسف استخدم خيط العنكبوت وربط رجله في طبق الدش. حركة ورا حركة، ضربات سريعة، والأفعى بيفلت كل مرة. لكن سامح فجأة نفخ سم أخضر عطل توازن يوسف. يوسف وقع على ركبته وكان على وشك الخسارة. موسيقى تهبط للحظة، توتر، لكن افتكر كلمة خاله رضا بتاع صيانة المراوح: أي حاجة بتتزحلق اربطها بحاجة تقيلة زي أنبوبة غاز. يوسف لف خيوطه حوالين الأفعى وربطه في أنبوبة. جهى يضرب الضربة القاضية، لكن سامح ابتسم وقال: أنا كنت بس بختبرك، المعلم الكبير جاي والبلد دي مش ليك لوحدك. وفجأة بلاعة تحت رجله انفجرت. صوت انفجار، دخان، وطلع منها دخان أخضر وظل ضخم بجسم غريب ومجسات بتتحرك. وصوت غامض قال: سبايدر مان المصري، هنقابلك قريب. الموسيقى تفصل فجأة. لو عجبتك القصة اعمل لايك واشترك في القناة وفعل الجرس عشان تشوف الجزء الجاي، ومتنساش صلي على النبي محمد واكتب لنا في التعليقات: تحب المعلم الكبير يبقى اسمه ايه؟